حاسمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقية. مواجهة استعد لها الأهلي بكل قوة رغبة منه في الحفاظ على لقب بطل إفريقيا للأندية. مراسلنا أحمد نوير والتفاصيل. البطولة لا تزال في الملعب والمواجهة صعبة، هكذا رأى الجهاز الفني للأهلي لقاء إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام أورلاندو بايرتس بالقاهرة قبيل انطلاقه، ليضع النقاط على الحروف أمام فريقه بعدم الارتكان إلى النتيجة الإيجابية بهدف لمثله ذهابا بجوهانسبرغ، وبذل أقصى جهد لدى اللاعبين سعيا وراء تحقيق الفوز والظفر بكأس البطولة للمرة الثانية تواليا والثامنة في تاريخه. الحمد لله، يمكن عملنا نتيجة إيجابية هناك، إنما ما خدناش البطولة، لسه مفيش حاجة في إيدينا. المباراة الجاية صعبة جدا، مباراة مهمة، مركزين 100% ان احنا ان شاء الله يعني كل واحد يجتهد ويعمل اللي عليه علشان نحقق حلم يعني بقالنا سنة بنحلمه، ان احنا نكسب البطولة لتاني مرة، ويبقى انجاز كبير لكل الناس اللي ساهموا واشتغلوا طول السنة وتعبوا. الأهلي يدخل اللقاء الحاسم بكل تركيز بعد دراسة وافية للقاء الذهاب بجوهانسبرغ لتفادي الأخطاء التي وقعت خلاله، إذ إن الأخطاء لن يكون مسموحا ارتكابها في الإياب لعدم إمكانية التعويض. ويخوض الأهلي اللقاء بكامل قوته بعد تأكيد طبيب الفريق أن إصابة وليد سليمان بكدمة في أصبع القدم والتي تعرض لها أثناء المران الأخير لن تعيقه عن المشاركة في اللقاء. التعادل نتيجة إيجابية طبعا هناك ونتيجة كويسة، ولكن احنا برضو عاملين حساب فرقة كويس جدا، فرقة محترمة، فرقة عندها عناصر كتير كويسة، فبكره ان شاء الله ربنا يوفق ان شاء الله، يبقى توفيق من نصيبنا، واللعبه تبقى مركزه زي ما هي مركزه الفتره الاخيره دي. اتمنى يا رب ان شاء الله بكره نفس التركيز والتوفيق ربنا ان شاء الله معانا بكره ان شاء الله. شريف الحمد لله تمام، الامور كلها كويسه ان شاء الله، جاهز بكره ان شاء الله في المباراه، ومعاه ان شاء الله يا عادل ابو السعود ان شاء الله. ويدرك الاهلي جيدا قوه اورلاندو، واضعا في اعتباره الميزه التي يتمتع المنافس بها باللعب بايجابيه اكثر خارج ارضه، وهذا ما تشير اليه نتائجه بدور المجموعات. لذا فالحذر والتركيز والجديه هي العناصر التي أكد عليها الجهاز الفني للمارد الأحمر على لاعبيه من بداية اللقاء وحتى صافرة النهاية. إلى المحطة الأخيرة وصل أبناء القلعة الحمراء، وإلى أقصى درجاته وصل تركيزهم، والهدف أمامهم واحد: باقتناص لقب البطولة وإسعاد ملايين المصريين. أحمد نوير، الجزيرة الرياضية، من ملعب المقاولون العرب بالقاهرة. تغلب الرجاء البيضاوي على